البرنس شعب مصري. الحاجة يا بابا، في حاجة بولت في وشي ونقعد في البلكونة. ايه ده؟ ايه اللي لزق في وشك ده؟ ضعف. ده خفاش. ده ما بيطلعش غير بالطبل البلدي. طب يا وبعدين؟ بابا. الطبلة. خليك واقف كده. يا رب يطلع. ادي ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ انا مخرج من عليك جن. اقف عدل عشان الخفاش يمشي. يابا اقف عدل عشان الخفاش يمشي. ما مشيش. طب وبعدين؟ مش بيقولوا بيخرج بالطبل البلدي؟ زي ما انتم شايفين هو ده الخفاش. مفيش حاجه اسمها الخفاش يلزق في وشك، ولا عشان يطلع لازم تجيب له طبل بلدي. الكلام ده كان مقوله زمان اهلنا بيقولوها، ان لو الخفاش لزق في وشك ما يطلعش غير بالطبل البلدي. الكلام ده غلط. الخفاش ده عباره عن حيوان مش طائر، وهو الحيوان الوحيد اللي بيعرف يطير، وعشان كده هنلاقي جناحه مفهوش ريش. هو عباره عن جلد مش اكتر. الخفاش بيتغذى على الفاكهه، بيتغذى على البلح، بيتغذى على البرتقال، على التفاح. دايما هنلاقيه منتشر كتير قوي بالليل في جناين الفاكهه. الخفاش عمره ما هيأذيك. لو دخلت اوضه فيها 100 خفاش، من خوفه ممكن يخبط، يجري، يخبطك، لكن عمره لا يأذيك ولا يهجم عليك. ما نخافش من الخفاش، ما يبقاش عندنا رعب منه. انا مش هقدر اقول ان هو كائن جميل، بس ربنا خلقه، واكيد ربنا خلقه لحكمه او لحاجه معينه. ف هو ده الخفاش. بعد ما خفاشنا الجميل ده عمل معانا الدور الصغير الجميل ده، هنطلق سراحه، لان انا مش عارف اعتني بيه كويس، او ما عنديش المكان اللي يناسبه يعرف يطير وياخد فيه حريته. فهو كده عمل معانا دور حلو قوي، وبنشكره عليه، وجايزه ليه للدور ده ان احنا بنطلق سراحه.